السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكل المبدعات اللي بيشرفوني يتفرجوا على الفيديو. معاكم تغريد سيد، ودي صفحة قناة كروشيه توتا والمبدعات. أتمنى لو أنت أول مرة تشاهديني تشتركي في القناة أو الصفحة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان تقوليلي من أي دولة بتشاهديني ومن أي بلد، وتقولي طبعا رأيك في الغرزة أو في الشال، ولو حابة تنفذيه تنفذيه بأي لون. انا هشرح لك بالتفصيل ازاي تقدري تشتغلي الغرزة لاي مقاس انت حباه، وانت وظفي الغرزة زي ما تحبي. حابة بقى توظفيها في شال، في كوفية، في كارديجان، في بلوزة، زي ما تحبي. اشتغلي يا فنانة وابدعي. هنسمي الله ونبدأ مع بعض، وما تنسيش تسيبي لي رأيك في التعليقات. بسم الله. اول حاجه معايا خيوط هيمالايا افري داي، ودي من الخيوط متوسطه السمك اللي تقريبا بتمشي مع كل مشاريع الشتاء، وكنت عملت لك فيديو قبل كده لو حابه تشوفيه عن انواع الخيوط المتوسطه السمك اللي تنفع تستخدميها في معظم مشاريع الشتاء. انا هستخدم هيمالايا افري داي لشرح الغرزه، وده من الخيوط ان شاء الله الحلوه. والغرزه بصراحه يعني حساها مرنه، ينفع معاها انواع خيوط كتير، فانت على حسب نوع الخيط اللي معاكي جربي كده وشوفي الغرزه تبقى معاه ازاي. هستخدم مع الخيط ده ابره رقم 4. هستخدم ابره رقم 4، وده لو هعمل شال او كوفيه. لكن لو هعمل مثلا بلوزه او كارديجان او يعني بلوزة او كارديجان، هستخدم ابرة 3.5 او 3 عشان بس يبقى الغرزة محكمة اكتر. لكن الشال بيبقى ابرة الحاجة تبقى فلافي. هستخدم لسلسلة البداية ابرة رقم 5 اكبر درجة، عشان السلسلة ما تشدش منك وما يبقاش فيه تقوس في السطر الاول. تمام. طيب ايه بقى ازاي هبدأ المقاس بتاع الشال بتاعي او الكارديجان او اي حاجة هشتغلها؟ اول حاجة لازم اخد المقاس بتاعي بتاع الطول القطعة اللي انا هشتغلها. لو شال او مثلا هتاخدي بلوزة او كارديجان، البلوزة هتاخدي مثلا عرض الكتف، وتبدأي تشتغلي الكتف والظهر، وتشتغلي الاكمام منفصلة وتركبيهم. مثلا الكارديجان هتاخدي برضو الطول وتبدأي تعمليه. فانا محتاجة للشال سلسلة بطول مثلا 1.5 متر. ايه شرط السلسلة دي؟ شرط السلسلة اللي هي تكون من مضاعفات رقم 18 زائد 4 سلاسل. من مضاعفات رقم 18 زائد 4 سلاسل، يعني هتبدأي تشتغلي 18 سلسلة في 18 سلسلة في 18 سلسلة لحد ما توصلي للطول اللي انت محتاجاه. تمام، يعني 18 سلسلة في 18 سلسلة لحد ما توصلي للطول اللي انت محتاجاه. بعد ما توصلي للطول اللي انت محتاجاه للشال بتاعك مثلا، تمام، هتزودي على العدد ككل 4 سلاسل في الاخر خالص. يعني وصلتي من مضاعفات 18 لمتر ونص مثلا طول الشال، هتروحي مزودة 4 سلاسل في الاخر. هتزودي 4 سلاسل في اخر الطول بتاعك او الشال بتاعك. هشتغل بقى الابرة الاصغر. هتخطى اول غرزة كارتفاع، وهدخل في الغرزة التانية اشتغل غرزة حشو. هدخل في الضلع التاني لغرزة الحشو اشتغل يعتبر كمان حشو. وده بالنسبة لي كده اول عمود. هشتغل 6 غرز عمود. ده اول عمود بالنسبة لي. 6 غرز عمود، ادي كده اول عمود. تاني عمود، تلاتة، 4، 5، 6. بالشكل ده كده اشتغلت 6 غرز عمود. هشتغل 1 2 3 3 سلاسل، هاخد لفة واتخطى من تحت 1 2 3 4. الغرزة رقم 5 هشتغل فيها غرزة بف، باخد لفة على الإبرة، اخد لفة وادخل تاني في نفس الغرزة، اخد لفة واطلع. هيكون معايا 5 حلقات على الإبرة. هاخد لفة وادخل في الغرزة، اخد لفة واطلع، هيكون معايا 7 حلقات.
هاخد لفة واطلع من اول 6 حلقات، بعدين هاخد لفة واطلع من الحلقتين اللي على الابرة. اشتغل 1 2 وهاخد لفة وادخل في نفس المكان، هاخد لفة واطلع، هدخل تاني هاخد لفة واطلع، واخد لتالت ادخل اخد لتالت مرة لفة وادخل في نفس المكان، هاخد لفة واطلع، اطلع من اول 6 حلقات، بعدين اطلع من حلقتين. هشتغل 3 سلسلة 1 2 3 واخد لفة بخطة من تحت 1 2 3 4 الغرزة رقم 5. هشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بالشكل ده كده اشتغلت 9 غرز عمود. المفروض بقى اللي جاي تكرار الجزء ده، يعني المفروض هكرر الجزء ده، هفضل اكرر الجزء ده اللي هو 3 سلسلة بف 2 سلسلة بف في نفس المكان 3 سلسلة وبتخطى 4 غرز واشتغل 9 عمود. افضل اكرر كده على مدار السلاسل اللي انت اشتغلتيها كلها. فاشتغل 3 سلسلة 1 2 3 وياخد لفة اتخطى 1 2 3 4 الغرزة رقم 5 هشتغل فيها بف 2 سلسلة 1 2 بف 1 2 3 اشتغل 3 سلسلة 1 2 3 واخد لفة واتخطى من تحت 1 2 3 4 الغرزة رقم 5 اشتغل 9 عمود 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. بصي بقى كده المفروض وصلت لآخر جزء في الشغل. بتخطى 4 غرز والغرزة رقم 5 بشتغل فيها غرزة بف. تمام. آخر غرزة الغرزة رقم 5 بشتغل فيها غرزة بف. بعد ما بشتغل غرزة البف المفروض بيكون فاضل عندي 10 غرز في السطر. تمام. يبقى انت لازم تنتهي انك انت يكون عندك 11 غرزة في الاخر هتشتغلي غرزة بف بالشكل ده كده. بعد كده هيكون عندك 10 غرز سلسلة. خلاص كده هشتغل 1 2 3 واتخطى من تحت 1 2 3 4 5 اشتغل في الغرزة رقم 5 اهو 6 عمود من اولهم 1 2 3 4 5 6. تمام. احنا كملنا السطر بتاعنا اهو وانتهينا ب6 عمود. هنبدأ السطر الجديد. هنلف الشغل وادخل في اول غرزة اخد لفة واطلع معايا حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين، ادخل في الضلع التاني لغرزة الحشو هاخد لفة واطلع معايا حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين. ده كده عمود عشان شغلك يطلع مظبوط، الجناب مظبوطة. تمام. دوت بدال سلاسل الارتفاع وبدال اول عمود في السطر. يبقى كده اشتغلت اول عمود. بعد كده هشتغل في الغرزة اللي بعديها اشتغل تاني عمود، اللي بعدها تالت عمود
رابع عمود، خامس عمود بالشكل ده كده، وهسيب اخر عمود مش هشتغله. اشتغل 1 2 3 وادخل على الفراغ ما بين السلسلتين اشتغل بف. اتنين سلسلة، 1 2 كمان واحدة بف، اتنين سلسلة، 1 2 واشتغل كمان واحدة بف، يبقى انا اشتغلت 3 بف. وبعدين كده اهو هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، هاخد لفة وهاجي هنا اتخطى غرزة عمود واروح على التانية ابدأ اشتغل 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7. اشتغلت بالشكل ده كده 7 عمود، 1 2 3 3 سلسلة واروح عند غرزة البف اشتغل 3 بف. ادي كده 1 اول غرزة بف، 2 سلسلة، 1 2 تاني غرزة بف، 1 2 3 3 لفات، 2 سلسلة، 1 2 وادي تالت غرزة بف بالشكل ده كده. اشتغل 3 سلسلة، 1 2 3 واخد لفة واشتغل 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7. تلاتة سلسلة واشتغل هنا 3 بف على الاتنين بف. عملت اخر بف في السطر، هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3 واخد لفة اتخطى غرزة عمود واروح للي بعدها هبدأ اشتغل 5 عمود لاخر السطر، 1 2 3 4 5. هلف الشغل بتاعي واشتغل في اول غرزة مباشرة حشو وحشو فوق الحشو، وهكمل 4 عمود كده، 2 3 4. هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3 واخد لفة واروح هنا ما بين كل بف والتانية هشتغل 2 بف. انا عندي هنا 3 بف، ادي 1 2 3، ما بين كل واحدة والتانية هشتغل 2، يعني هشتغل هنا 2 وهنا 2. فادخل كده في اول فراغ اشتغل 1 اهو، 2 سلسلة وادخل لتاني مرة اشتغل 2 سلسلة، 1 2 واروح للفراغ التاني اشتغل كمان 2 بف ما بينهم 2 سلسلة، 1 2 واشتغل 3 سلسلة، 1 2 3 واخد لفة اتخطى غرزة هروح اللي بعدها هشتغل 5 عمود، 1 2 3 4 5. 3 سلسلة وهبدأ تاني اكرر. هشتغل بقى ايه؟ هشتغل هنا 2 بف، بف 2 سلسلة، بف 2 سلسلة، واللي بعدها بف 2 سلسلة بف، وهكذا
بعد كده السبع عمود هشتغل فوقيهم 5 عمود، هتخطى اول عمود واخر عمود 3 سلسلة، وهكذا لحد ما اوصل لاخر بف في السطر. اشتغلت بالشكل ده كده، وصلت لاخر السطر، هشتغل 3 سلسلة بعد اخر بف اشتغلتها. بعد كده هتخطى غرزة، والمفروض اشتغل هنا كده 4 غرز، 1 2 3 4 اخر عمود في السطر، 4 غرز عمود. تمام. هلف الشغل وادخل اشتغل حشو، ادخل في الضلع التاني غرزة الحشو. اشتغلت كده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، 3 سلسلة، 1 2 3، واخد لفة وادخل ما بين اول 2 بف على 2 سلسلة، هشتغل 2 بف وما بينهم 2 سلسلة. ادي اول بف، 2 سلسلة، كمان واحدة بف، 2 سلسلة، واجي هنا اشتغل في ال2 سلسلة هنا عمود، 2 سلسلة، واشتغل هنا بف، 1 2 3، 2 سلسلة، بف، هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، واخد لفة، اتخطى غرزة، اللي بعدها اشتغل عمود، هشتغل 3 عمود، 1 2 3، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 1 2 3، وهبدأ اشتغل تاني، اكرر تاني هنا بف، 2 سلسلة، 2 سلسلة عمود، بف، 2 سلسلة، بف. تعالوا نشوفها ازاي. بف، 2 سلسلة، بف، 2 سلسلة، عمود هنا بالشكل ده كده، 2 سلسلة، بف، 2 سلسلة، بف، 3 سلسلة، واكرر. هشتغل هنا 3 عمود، 3 سلسلة، واكرر بقى تاني لحد ما اخلص السطر، اوصل لاخر غرز في السطر. وصلت كده بالشكل ده لاخر السطر. هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، اتخطى غرزة، وبعد كده اشتغل 3 عمود، 1 2 3. تمام. هلف الشغل واشتغل اول غرزة عمود بالطريقة بتاعتنا، بعد كده تاني عمود، 3 سلسلة، 1 2 3، بعد كده هشتغل بف، 2 عمود، بف، بف، 2 اسفة سلسلة، 2 سلسلة مش 2 عمود، بف، 2 سلسلة، 1 2، وهاجي هنا تحت ال2 سلسلة اشتغل عمود، 2 سلسلة، تحت ال2 سلسلة اشتغل عمود، 2 سلسلة، بف، 2 سلسلة، بف، 3 سلسلة، وهنا فوق ال3 عمود هشتغل عمود واحد في تاني عمود، عمود واحد في تاني عمود، 3 سلسلة، وابدأ اكرر تاني. هكرر بقى ازاي؟ هكرر هنا عند اول بف هشتغل بف، 2 سلسلة، بف، بعدين 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة، بف،
2 سلسلة بف في نفس المكان، 3 سلسلة، وفوق ال3 عمود بشتغل عمود واحد، 3 سلسلة، وهكذا. بكرر الجزء ده تاني، بكرر الجزء ده تاني على مدار السطر لحد ما اوصل لاخر غرزة. وصلت لاخر السطر بالشكل ده كده، هشتغل 3 سلسلة، بعدين هشتغل 2 عمود، 1 2، تخطيت غرزة العمود دي كده. يعتبر انا خلصت السطر. بعد كده هيبقى تكرار السطر الاول، يعني كده يعتبر السطور دي كده انا خلصت الايه، السطور التكرار. اللي جاي هيبقى تكرار السطر الاول بس، هتكملي معايا عشان تشوفي البداية، عشان لما تبدأي تاني هتعملي ايه. تمام تمام، هيبقى سهل جدا يعني مفيش حاجة. هدخل في اول غرزة كده، اشتغل فيها عمود طريقتنا اهو. بعد كده هشتغل هنا في الغرزة اللي بعديها بف، كده اهو. بعد كده 1 2 3، واتخطى البف دي مش هشتغل فيها، هشتغل هنا ما بين كل عمود وبف، يعني هنا تحت ال2 سلسلة اللي بعد البف هنا كده 9 عمود، 1 2 3، ادي كده 3، 1 2 3، بعدها 1 2 3. يبقى كده انا اشتغلت ال9 عمود اللي هم كانوا فين، في اول سطر هنا اهو. تمام، خليتهم هنا. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3، وفوق العمود هنا ده على طول مش هشتغل بقى على البف، فوق العمود هشتغل بف 2 سلسلة بف، 1 2، وارجع تاني اشتغل بف، 3 سلسلة، 1 2 3، واجي هنا بتخطى البف دي واشتغل على ال2 سلسلة اللي ما بين كل عمود. هشتغل 3 عمود، 1 2 3، بعدها 1 2 3، بعدها 1 2 3، 3 سلسلة، وعلى العمود اشتغل بف، وبعد كده هنا 9 عمود، وهكذا لحد اما تخلصي السطر بتاعك ونوصل لاخر غرزة نشوف هنعمل ايه. خلصت بالشكل ده كده. اخر حاجة اشتغلت 3 عمود او 9 عمود هنا اهو بالشكل ده، بعدين 3 سلسلة، واشتغل واحدة بف على العمود ده اللي هو قبل الاخير، بعدين عمود على العمود الاخير. ده كده تكرار السطر الاول، ده تكرار السطر الاول. هلف الشغل تمام، واشتغل على اول غرزة عمود، على اول عمود عمود، وعلى البف هشتغل بف، 3 سلسلة، 1 2 3، واخد لفة اتخطى غرزة اللي بعدها اشتغل 7 عمود اهو. تمام، 3 سلسلة، 1 2 3، وهنا ما بين الاتنين بف دول بشتغل 3 بف. دي كده اول واحدة، 2 سلسلة، تاني واحدة بف، 2 سلسلة، تالت واحدة بف بالشكل ده كده اهو. تكرار السطر التاني زي 3 بف اهم، 3 سلسلة،
وارجع اشتغل فوق التسعة عمود 7 عمود، بتخطى اول عمود واخر عمود واشتغل 7 عمود، واكرر بنفس النظام لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت لاخر السطر، واخر حاجة اشتغلتها 7 عمود، سبت اخر عمود اهو من التسعة، 1 2 3، واروح فوق البف هشتغل واحدة بف، واخر عمود هشتغل عليه عمود بالشكل ده كده. هلف الشغل، وده كده تكرار السطر رقم 3. تكرار السطر رقم 3 هشتغل في اول غرزة عمود كده، غرزة البف هشتغل عليها 2 بف، ادي اول واحدة 2 سلسلة، وادي تاني غرزة بف بالشكل ده كده. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3، واتخطى غرزة واشتغل 5 عمود، 1 2 3 4 5. فوق اشتغل هنا 3 سلسلة. بعد كده عند البف هشتغل عند اول واحدة بف 2 سلسلة، وتاني بف في نفس المكان 2 سلسلة، وعند الاتنين سلسلة ما بين البف التانية اشتغل واحدة بف كمان 2 سلسلة، وادي كمان واحدة بف اهو. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3، واشتغل 5 عمود، واكمل هو نفس تكرار السطر رقم 3. اشتغلت بالشكل ده كده اخر السطر 5 عمود، اشتغل 3 سلسلة. بعد كده فوق البف هشتغل بف 2 سلسلة، بف 1 2، وادي واحدة بف كمان عمود في اخر السطر بالشكل ده كده. تمام اهو. هلف الشغل وادخل في اول غرزة اشتغل حشو، وفيها حشو مكان العمود. بعد كده هنا عند الاتنين بف هشتغل ما بين الاتنين بف، هشتغل بف 2 سلسلة، بف 1 2، بالشكل ده كده. وده كده تكرار السطر رقم 4. دي كده 1 2 3، ده تكرار السطر رقم 4. اشتغل 1 2 3، 3 سلسلة، وعندي هنا اتخطى اول غرزة من العمود. بعد كده اشتغل 3 عمود 2 3، 3 سلسلة، 1 2 3. السطر رقم 4 كنت بعمل ايه؟ كنت بشتغل بف 2 سلسلة، بف 2 سلسلة عمود 2 سلسلة، بف 2 سلسلة، بف. هكررهم هنا اهو. هشتغل هنا ما بين اول 2 بف على 2 سلسلة، هشتغل بف 2 سلسلة، بف 2 سلسلة، وهنا عمود 2 سلسلة، بف 2 سلسلة، بف بالشكل ده كده. 3 سلسلة، وارجع اكرر 3 عمود، وهكذا لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت بالشكل ده كده لاخر السطر، اشتغل 1 2 3، واشتغل هنا بف 2 سلسلة، بف عمود في اخر غرزة عمود بالشكل ده. هلف الشغل، وده كده تكرار السطر رقم 5 اهو. 1 2 3 4، السطر رقم 5 اهو.
تمام. اشتغل كده اول السطر حشو، الضلع التاني لغرزة الحشو اشتغل كمان حشو، بعد كده واحدة بف، 2 سلسلة بف، 1 2 3 واشتغل عمود واحد بس، 1 2 3 واشتغل على ما بين الاتنين بف 2 بف كمان اهو، 2 سلسلة 2 بف، 2 سلسلة، تحت الاتنين سلسلة اشتغل عمود، 2 سلسلة، تحت الاتنين سلسلة عمود، 2 سلسلة بف، 2 سلسلة بف بالشكل ده كده، 1 2 3 واشتغل هنا فوق التلاتة عمود، بشتغل عمود واحد بس اللي هو في النص، واكرر بنفس النظام. اشتغلت كده اخر عمود فوق التلاتة عمود، اشتغل 3 سلسلة، وهنا ما بين الاتنين بف بشتغل 2 بف، وعلى العمود بشتغل عمود. هلف الشغل وهبدأ بقى كده اكرر السطر رقم 1، او كده اقولك السطر رقم 6 يا ستي، يعني هو كده هنكرر يعني السطر الاول بس، هنبدأ بدل ما كنا شغالين على السلاسل هنشتغل على السطر ده. انت لو حابه تنهي الشغل بتاعك هتنهي عند السطر ده، السطر اللي جاي اسفه، لو حابه تنهي الشغل بتاعك انهي عند السطر اللي جاي افضل يعني، وممكن تنهي عند السطر ده برضو. تمام. هدخل هنا كده في اول غرزة اشتغل عمود بطريقتنا اهو، بعد كده فوق البف هشتغل عمود، وما بين السلسلتين هشتغل 2 عمود، 1 2 3 4 5 هشتغل 3 عمود، وبعدين فوق البف هشتغل كمان عمود، يبقى 6 عمود اللي بدأتهم في اول السطر اهو، فوق العمود عمود، وفوق البف عمود، وما بين الاتنين بف بشتغل اللي هو على السلسلتين بشتغل 3 عمود، وفوق البف الاخيرة بشتغل عمود، بعد كده 3 سلسلة، وبشتغل فوق العمود غرزة بف، 2 سلسلة، غرزة بف تاني فوق العمود، 3 سلسلة، 1 2 3 وباجي هنا اهو ما بين بتخطى البف وما بين العمود والعمود بشتغل 3 سلسلة 3 عمود اسف، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 بس كده كده. ده السطر الاول، وتكرري بقى السطر التاني التالت الرابع الخامس، وتعتبر بقى بتكرري تاني، هم 5 سطور بيتكرروا، بس انا كنت بشرح لك بس عشان الجزء ده، عشان الجزء ده اللي في الاول وفي الاخر تعرفي تشتغليه ازاي، لكن هم 5 سطور بيتكرروا 3، واجي هنا اشتغل بف، هكمله وارجع لكم. اشتغلت اخر غرزة بف اهو، بف 2 سلسلة بف على اخر عمود هنا بالشكل ده، اشتغل 3 سلسلة، واشتغل هنا فوق غرزة البف عمود، 3 عمود على الاتنين سلسلة، 1 2 3 وعلى غرزة البف عمود، وعلى العمود عمود بالشكل ده كده. تمام. وبيكون كده ده شكل الغرزة. هو الغرزة بتاعت الكاردي او الشال مقلوبة كده، يعني اهو الشكل اللي ظاهر في الصورة مقلوب كده، مش العدلة كده، لا هو مقلوب كده،
اخر سطر يبقى هو اول سطر، يعني السطر الاخير بقى كده ايه السطر الاول، والعكس السطر الاول بقى ايه السطر الاخير. ده الشكل كده. بس كده هتبدأي بقى تكرري. ماشي، احنا كده عملنا السطر الاول، هتكرري السطر التاني التالت الرابع الخامس، هما 5 سطور بيتكرروا. يعتبر انتي خلاص بدل عرفتي ترتيب الغرز وكل غرزة بتشتغلي فوقيها ازاي، هتلاقي نفسك خلاص عارفة وواضح لك جدا تشتغلي ازاي. انا بس كررتهم تاني عشان الاول السطر واخر السطر تعرفي بس الايه الجزء ده كده هتشتغليه ازاي بس. لكن هو يعتبر 5 سطور اللي بيتكرروا، والغرز انت عرفتي كل غرزه هتشتغلي فوقيها ايه. تفضلي بقى تشتغلي كده لحد العرض اللي انت محتاجاه، سواء تشتغلي شال او كوفيه او كارديجان اللي انت عاوزاه، فستان لو حابه هيبقى فستان على فكره رائع جدا، لو اتعمل منه فستان هيبقى شكله حلو قوي ولطيف. ممكن بلوزه كمان زي ما تحبي بقى، انت عرفتي الغرزه بتشتغليها ازاي وتكرارها ازاي وكل حاجه فيها ازاي، وانتي فنني وابدعي زي ما انتي عاوزه. لو في اي سؤال حابه تسالهولي اكتبولي تحت في التعليقات، هكون سعيده ومبسوطه جدا. لو في اي حاجه عدت عليا سهوا اكيد مش قصدي، وان شاء الله هرد على كل التعليقات. ما تنسوش لو حد طبق الغرزه يكتب لي على جروب الفيس او على الصفحه، يشارك معانا وهنبقى مبسوطين جدا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.